السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكسكسي بدقيق السميد او دقيق البسبوسة. بس مش الترند اللي طالع، اللي هو بنحط السمنة كده على السميد ونحطه على النار، وبعد كده نروح حاطين عليه مية مغلية ونفضل نقلب فيه تلت ساعة او نص ساعة متواصلة لحد ما يفلفل معانا كده. لا، انا هعمله بطريقة مختلفة، يعني الى حد ما، يعني تعتبر نفس طريقة الكسكسي المصري بس بدقيق السميد. بصراحة أنا جربت الترند اللي هو طالع، النتيجة بالنسبة لي أنا، طبعا كل واحد حر، أنا النتيجة ما كانتش مرضية بالنسبة لي. فأنا جربت الطريقة ديت وكانت النتيجة روعة جدا، زي ما انتم شايفين قد ايه مفلفل وشكله وريحته وطعمه كسكسي مصري أصيل 100%. فحبيت اشارك معاكم الطريقه، وان شاء الله باذن الله تعجبكم للي حابب يجربها. طبعا في الظروف الغلا اللي احنا فيها ديت، الحكايه مش مستحمله ان احنا نشتري حاجه ونكلفها ونجربها وفي الاخر ما تعجبناش ونرميها. حرام وخساره. فانا النهارده جبت لكم الطريقه الصح اللي احنا نقدر نعمل بيها الكسكسي بالسميد. يلا بينا كده نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبتدي مع بعض. انا هنا جبت كيلو من دقيق البسبوسه، ويفضل ان انت تجيبيه يكون الحبيبات بتاعته خشنه شويه. تمام، انا حبيت بس كده عشان اعرف معيار الميه عندي. عيرت كيلو الدقيق طلع معايا 6 كوبايات من الكوبايات اللي هي الكوبايات المعياريه اللي انتوا شايفينها دي. طيب كل كوبايه من السميد بتاخد نص كوبايه من الميه. يعني انا كده هحضر معايا 3 كوبايات اهم من الميه، وشلت من الدقيق بتاع البسبوسه كوبايتين كاملين، شلتهم كده على جنب وهنشوف هنعمل بيهم ايه. جبت بقى كده الميه وبحط كده بالمعلقه شويه بشويه وبقلب زي ما انتم شايفين كده. ما تكتريش الميه، هو مش هياخد منك اكتر من ال3 كوبايات. لو جبت يعني كيلو، يعني كوبايه السميد بتاخد نص كوبايه ميه. تمام كده. طيب ببتدي كده احط بالمعلقه كده شويه بشويه من الميه، وافتل فيها زي ما انتم شايفين كده، علشان بس ما يعجنش معايا. انا شلت شويه كوبايتين من الدقيق بتاع البسبوسه زي ما انتم شايفين، وبعد ما بفرك كده فيه شويه بروح حاطه من الشويه الناشفين وبفركهم كده مع بعض. الطريقه دي كويسه وهتخلي الكسكسي يطلع معاكي مفلفل كده وحلو. تمام. بعد كده بحط كمان ميه، شويه كمان من الميه، وابتدي برضو ارش عليهم بعد ما افتلهم كده مع بعض. ابتدي ارش عليهم شويه كمان من الدقيق اللي انا كنت شايلاه، وابسه كده زي ما انتم شايفين، او افتله زي ما بيقولوا كده بتوع الجزائر، او في الدول العربية بيستخدموه باستمرار. تقريبا نوعا ما بيعملوه بنفس الطريقة، يعني في بس اختلافات كده بسيطة. طبعا هما بيحطوا المية اللي بيعملوا بيها دي بيحطوا عليها ملح، لان هما بيستخدموه كطبيخ، بيطبخوه، بيعملوه على مرق اللحمة، بيعملوه على مرقة البط، على بالخضار. طبعا احنا بما ان احنا هنا كمصريين بناكله بالسكر كده كتحلية، فانا ما حطيتش خالص ملح خالص على المية. تمام كده. ببتدي دلوقتي كل شوية كده احط معلقة من المية وابسه كده مع بعضيه لحد ما المية تدخل في كل الدقيق، وبعد كده برش شوية من اللي انا كنت شايلاهم على جنب دول لحد ما بخلصهم خالص. ما تحطيهوش كله، اعملي الطريقة اللي انا بقولك عليها، ما تحطيهوش كله وتقولي طب ليه اشيل شوية. صدقيني الطريقة ديت مش هتخليه يعجن معاكي وهيطلع معاكي مفلفل، بس انتي امشي على نفس الطريقة بالظبط. خلاص كده انا خلصته. طب بعرف ازاي ان هو كده خلاص بالنسبه لي؟ بمسكه كده بضغطه بايدي بلاقيه مسك في بعضه اكنه حته عجينه، ولما باجي افتفته بعد كده بيتفتفت معايا. هوريكم دلوقتي علشان او بصوا، بمسكه كده بايدي يبقى عامل زي العجينه، يمسك كده يبقى كله كتله واحده، وبعد كده اجي افتفته ويتفتفت معايا كده، يبقى هو تمام. بعد كده خدته على الكبه، نعمته طبعا في الكبة، بما ان احنا بقى بنحب الحاجة السهلة وبنحب نسهل على نفسنا، فالكبة يلا على طول كده هتسهل معانا الموضوع. تمام كده. انا خدتهم طبعا هنا كده على مرتين، هو بعد كده حجمه بيزيد معايا والكمية بتزيد معايا. فرمته كده فرمي حلو في الكبة علشان التكتلات اللي فيه كلها تختفي. تمام كده. بصوا بقى ناعم معايا كده وزي الفل. هعمل فيه ايه بعد كده؟ هحط بس كمان معلقة واحدة بس كده من المية. حسيت بس ان هو ايه لسه ناشف معايا شويه
كده كده اصلا هو يعني من اول ما ببتدي لحد التسوية الاخيرة، وهو ما بياخدش اكتر من ال3 كوبايات المية، ده بالنسبة لكيلو السميد. هبتدي برضو بقى كده يعني ابسه شوية كمان، وبعدين اخده كمان فرمة كده في الكبة. تمام، اخد كمان الشوية الباقيين. هنقول كده مع بعض واحنا شغالين ايه الفرق ما بينه وما بين الكسكسي المصري بالدقيق العادي اللي احنا بنعمله. هنشوف مع بعض ايه الفرق وايه المميزات ما بين ده وما بين دوت. بس خليكم معايا بس كده للاخر وهنشوف مع بعض كل حاجة. في الوقت ده طبعا انا كنت حاطه حله البخار على النار، علشان الميه تبتدي تغلي معايا، علشان خلاص انا كده تمام الكسكسي معايا جاهز اني انا اسويه التسويه الاولى. لازم 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 ما نحطش الكسكسي على الحل في حله البخار الا والميه تكون غليت. اوعي تحطي الكسكسي والميه بارده او لسه ما غليتش، هيعجن معاكي والدنيا هتبوظ معاكي خالص. خلاص انا جبت المصفى اهي بتاعه حله البخار، والحله طبعا على النار الميه فيها بتغلي. هبتدي دلوقتي احط الكسكسي بتاعي وافركه كده زي ما انتم شايفين علشان ما يكونش فيه اي تكتلات خالص. تمام كده، هغطيه بقى كويس واحطه كده على النار على الحله بتاعه البخار. هيقعد بالظبط معايا ربع ساعه وهشيله. انا مش هعري عليه ولا هقلبه ولا هاجي جنبه. ربع ساعه بالظبط من اول ما بتحطيه وتغطيه. احسبي ربع ساعه بالظبط وبعد كده شيليه على طول. هفركه بس كده حاجه بسيطه عشان يبرد معايا بسرعه كده بالشوكه. انا مش هعمل فيه اي حاجه دلوقتي خالص الا لما يبرد معايا تماما. هبتدي بس كده افكه شويه علشان يبرد معايا بسرعه. طيب بالنسبه بقى لريحته وانا بسويه، ريحه كسكسي مصري مفيش كلام خالص، بجد الريحه كانت قلبة الدنيا. ريحه الكسكسي الجميله اللي احنا دايما بنشمها دي لما بنيجي نعمل الكسكسي في البيت. طيب هو كده خلاص كان بارد معايا. هبتدي دلوقتي افرك فيه، وعلى فكره بتفرك معايا على طول، ما بيبقاش متكتل قوي ولا حاجه. وبيفلفل معايا كده بسرعه. ابتديت كده ان انا على طول افركه علشان لو في اي يعني اي تكتلات ديت اشيلها، وكله كده يبقى مفلفل معايا. طيب بالنسبة بقى لو انا عايزة اخزنه يعني فترة طويلة جدا، يعني هكتفي بالخطوة لحد هنا كده بس. وبعد كده بحطه في الهواء ينشف او في الشمس ينشف تماما تماما لحد ما يبقى بيخشول كده معاكي زي حبيبات الرز. بتوع اخواتنا اللي في الجزائر وفي تونس وفي الدول العربية ديت بيعملوه كده بالطريقة ديت، وبيخلوه لحد ما بينشف خالص، وبعد كده بيحطوه في اكياس وبيخزنوه. بيفضل قاعد عندهم فترة طويلة جدا، وبعد لما بيجوا يستخدموه بيسووه التسوية التانية وبيستخدموه عادي خالص. طيب زي ما انتم شايفين كده انا بعد ما فركته خالص بحط بقى عليه بقية المية كلها. بقية المية كلها اللي عندي هبتدي احطها كده، وابتدي ابس فيه زي ما انتم شايفين كده، اوزع المية في الكسكسي كله. بصوا انا يعني لازم كده لما امسكه اضغط بيه، يعني اضغط فيه كده بايدي يتكتل تبقى كتلة واحدة، وفي نفس الوقت اجي افتفته يتفتفت معايا على طول، يعني يبقى حبيبات معايا على طول كده. يبقى هو خلاص تمام مش محتاج اي ميه تاني. انا كده خلاص حطيت كل كميه الميه بقيه الميه اللي كانت موجوده عندي. وهبتدي بقى دلوقتي برضو اديله كده ضربه في الكبه عشان لو في اي تكتلات. يعني هو انا شايفاه ما فيهوش تكتلات، بس برضو انا بحبه بصراحه يكون ناعم كده ويكون حلو كده معاكي. اديله كده فرمه في الكبه. ما عنديش كبه يبقى المنخل السلك، ما فيش منخل سلك يبقى بالمصفى. مفيش اي مشاكل خالص، ما توقفيش نفسك على حاجه، زي ما بنعمل الكسكسي المصري بالظبط. انا بديله هي ضربه بس واحده كده في الكبه علشان لو في اي تكتلات تفك. بصوا من اول تسويه كده الحجم زاد ازاي. اول مره عملته على مرتين بس في الكبه، تاني مره اهو بعد التسويه عملته على 3 مرات. كل ما بيستوي بزوده ميه وبيستوي حجمه بيزيد، الكميه بتاعته بتزيد. تمام كده، دي اخر كده شويه بحطهم. طبعا في الجزائر بيعملوه على كذا يعني
كذا منخل بكذا فتحة، يعني بدرجات مختلفة. بصراحة الطريقة بتاعتهم هي حلوة جدا بس صعبة وبتاخد وقت ومجهود شوية، فاحنا حبينا نسهل على نفسنا الدنيا شوية وفي نفس الوقت ناخد في النهاية نتيجة تكون مرضية وناكل حاجة يعني تكون طعمها حلو وتعجبنا. خلاص كده انا خلصته. بصوا مفلفل معايا وجميل ازاي. وبعد كده حطيته للمرة التانية، سويته التسوية التانية برضو ربع ساعة بالظبط. من بعد ما بحطه، اول ما بحطه كده بحسب ربع ساعة وبعد كده بطفيه على طول. بصوا بعد ما استوى، هو المفروض ان هو كده مستوي معايا. بصوا مفلفل جدا وجميل. الفرق ما بينه وما بين الكسكسي المصري اللي احنا بنعمله بالدقيق العادي ان هو بجد يعني مفلفل قوي، مفلفل اكتر من الكسكسي المصري. وكمان يعني ما بيقفش في الزور زي الكسكسي المصري اللي احنا بنعمله، ما بيزورش، يعني بيتبلع بسهولة جدا. بالنسبة للطعم، الطعم يعني قريب بنسبة 85% من الكسكسي المصري. في اختلاف بسيط جدا في الطعم بس مش وحش، حلو ويتاكل، مش معجن، مفلفل قوي 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 قوي، يعني فوق ما تتخيلي، بجد حلو. الطريقة عجبتني. خلاص كده دي خلاص انا كده سويته، وهو كده خلاص جاهز معايا للاكل. وزي ما انتم شايفينه قد ايه مفلفل وجميل جدا، ريحته في منتهى الجمال. بصوا كيلو السميد عمل لي كميه قد ايه، بجد عمل لي كميه حلوه حتى لو مش باينه معاكم، لا هي كميه بجد حلوه قوي. حجمه زاد وكتر كده، وبجد كان طعمه حلو قوي. طبعا انا بخزنه من غير ما احط عليه سمنه، فهاخد بس شويه كده احط عليهم شويه من السمنه علشان بس ايه ادوقه وتشوفوه معايا. بما انه بقى هو برد، فانا سخنت كده شويه من معلقتين من السمنه وحطيتهم علشان بس ادوق واشوف الطعم ايه. هحطه بقى كده في الطبق وارش عليه شويه من السكر البودره وناكله. طبعا برضو الاختلاف او الميزه اللي فيه عن الكسكسي المصري بتاعنا، انه لو حطيتي عليه، احنا بنحب الكسكسي المصري بتاعنا اوقات بنحط عليه اللبن الحليب وبناكله. طبعا الكسكسي بتاعنا بيشرب كل السوائل او كل الحليب اللي انت بتحطيه عليه، ده لا، ما بيشربش بجد. يعني انا بعد ما كلنا كده كلنا منه حبيت اخد شويه كده احط عليهم شويه حليب، لقيته مشربوش، ندمت نفسي ان انا مصورتلكوش اللقطه ديت. بجد حلوه قوي، الطريقه بتاعته حلوه، النتيجه مرضيه جدا جدا جدا، يستحق التجربه، يستحق ان انت تجربيه. وزي ما انتم شايفين كده كل حبه بحبتها، كسكسي مصري اصيل بس بدقيق السميد. اتمنى ان الطريقه النهارده والفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها عشان بجد هتعجبكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.